تصدت السلطات المغربية يوم أمس الثلاثاء لمحاولة دخول 3 نشطاء إسبان معروفين بعدائهم للوحدة الترابية للمملكة، وذلك فور وصولهم إلى مطار الحسن الأول بمدينة العيون قادمين من لاس بالماس، حيث تم منعهم من ولوج التراب الوطني وترحيلهم على الفور في إطار التطبيق الصارم للقوانين الوطنية المتعلقة بدخول الأجانب وحماية النظام العام. ويأتي هذا الإجراء السيادي استناداً إلى معطيات دقيقة وفرتها المصالح المختصة، كشفت عن طبيعة التحركات الحقيقية للمعنيين بالأمر والأهداف غير المعلنة لزيارتهم، والتي لا تندرج في إطار أي نشاط قانوني أو حقوقي مشروع، بل تبين أنها تصب في اتجاه استغلال الصفة الحقوقية كغطاء لتنفيذ أجندات سياسية معادية للوحدة الترابية للمملكة. وحس بمصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بكل من راميريز ماريرو كارميلو ورويز بيريز فرناندو وسانتانا بيريرا نومي، وهم أشخاص معروفون بسوابقهم في دعم أطروحات جبهة البوليساريو الانفصالية والمشاركة في أنشطة دعائية تستهدف التشكيك في سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، سواء داخل إسبانيا أو على المستوى الدولي. وأضافت المصادر ذاتها أن المعنيين حاولوا دخول التراب الوطني دون الحصول على أي ترخيص قانوني أو تنسيق مسبق مع السلطات المغربية المختصة، في خرق واضح للمساطر الجاري بها العمل، وهو ما استدعى اتخاذ قرار فوري يقضي بمنعهم من الدخول وترحيلهم عبر نفس الرحلة، تفاديا لأي مساس بالأمن والاستقرار المحليين. وأكدت السلطات المغربية من خلال هذا الإجراء أنها لن تتساهل مع أي محاولات تستهدف استغلال الفضاء الحقوقي أو الإعلامي للإضرار بالمصالح العليا للمملكة، أو تمرير مواقف سياسية منحازة تخدم أطرافا انفصالية معادية تحت أي ذريعة كانت. ويعكس هذا القرار حرص المغرب على حماية سيادته الوطنية ووحدته الترابية، والتصدي بحزم لكل أشكال التدخل الأجنبي غير المشروع، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية التي تعتبر خطا أحمر لا يقبل المزايدة أو الاستغلال.